عاملين ايه؟ النهارده جينا لكم بفيديو جديد وهو من سلسله مشتريات عيد الاضحى. جبنا لكم بقى الفيديو ده وهنقول لكم راينا في شويه بادي سبلاشز كنا احنا جايبينها قبل كده، وكمان يا جماعه في كمان لسه حاجات احنا جايبينها جديده قريب بس كام استخدام مره او مرتين. فبصراحه نقول لكم بقى الحاجات اللي احنا عجبتنا والحاجات اللي ما عجبتناش. تعالي بقى يا خلود نوريهم ايه الحاجه اللي احنا بننصحكم بيها ايه هي. اول حاجه معانا احنا جايبين منه اتنين شايفين من كتر ما هو يا جماعه حلوه قوي بجد روعه. هو احنا جايبينهم قريب يعني مستعملناش كتير، شايفين مش كتير. فدول كده الاتنين دول ريحتهم روعه، ريحتهم تحفه جميله قوي وثابته يا جماعه، حلوه قوي روعه هاديه. وكمان ننصحكم بيها تستعملوها الصبح النهار وللصيف كمان يا جماعه. يعني احنا لسه هنوريكم حاجات الريحه بتاعتها شتوي، الريحه بتاعتها تقيله كده مش ما تنفعش للصيف. لكن الصيف عايز ريحه هاديه، الصيف عايز حاجه فريش كده، ريحه فواكه، ريحه حاجات تديكي منتعش كده وحاجه تكون ريحتها نضيفه وجميله. ريحه ان هو لسه واخده شاور حالا، تحسي ريحه صابون حاجه زي كده. دول ريحتهم روعه. ده يا جماعه من بيور، الاتنين من بيور بجد، الاتنين ريحتهم تحفه قوي. وطبعا في كذا جميله ريحه من نفس بيور ديت، بس دولت احلى اتنين انت ممكن تجربيهم. وبصراحه جربناهم وجبناهم ما ندمناش عليهم، بس دي ريحتها اهدى من دي. ريحتها يا جماعه كده تحسيها ريحه فواكه كده، هاديه خالص. ورد هاديه برضو بس مش زي دي. دي ريحتها ورد كده او فواكه حاجه هاديه كده. بس الاتنين جمال وريحتهم روعه وتنفع في الصيف كمان. بصي كده احنا مش بنعرف يا جماعه نوصف الريحه بتاعت البادي سبلاشز كتير، فبصوا احنا بنحاول كده. ريحتها هاديه قوي، هاديه سمي حلوه قوي. دي هاديه قوي بصراحه. فننصحكم بيها كده، استخدموها في النهار وفي الصيف. بصوا هما الاتنين حلوين، بس احنا بالنسبه لنا اكتر حاجه عجبتنا من الاتنين دول دي حلوه صراحة. هي ريحتها مش جامده قوي بس حلوه، بس الثبات الاتنين بتاعهم روعه. دي تحسيها ريحه صابون شويه، دي ريحه ورد هادي قوي، ريحه جميله. فبصراحه الاتنين حلوين، بس دي بالنسبه لنا احنا فضلناها. طبعا يا جماعه العطور والروائح دي اذواق، جربوا الاتنين دولت وشوفوا ايه اللي يناسب معاكم. بس انتوا هتجيبوا الاتنين وهيعجبكم. الاتنين روعه بصراحه. بعد كده هندخل في النوع اللي بعديه، النوع الثالث من البادي سبلاش. دوت من لونا، روعه حلوه قوي بجد. بصوا انتوا هتلاقوا النهارده الفيديو بتاعت حلوه قوي، حلوه مفيش حاجه وحشه بصراحه، لان احنا عارضين لكم الحاجه اللي احنا حبيناها، الحاجات اللي احنا بنستخدمها على طول، يعني بتخلص بنكررها تاني من كتر ما هي الريحه حلوه، بتحسي بانتعاش ونظافه وريحه حلوه كده وهاديه للصيف. ريحه صيف وخصوصا بالنهار كده تستخدموها تبقى جميله قوي. دي حاساها ريحه توت، تحسوا ريحه توت او مديه على ايه، رمان. بالراحه ريحه رمان توت كده، ريحه فريش قوي يا جماعه. هي مكتوب عليها يا جماعه تويست بريز، جميله قوي بصراحه. ده شكلها فبجد خطير وتحفه قوي وثابت. بصوا ده الثبات بتاعهم روعه. يعني انت ترشيها الصبح تفضل معاكي لحد بالليل، تفضل معاكي طول اليوم. فبجد بيور ولونا ثباتهم حلوه قوي جدا جدا يا جماعه. دول ولونا حلوه قوي جمال، وريحه كده يا جماعه بتديكي ريحه نظافه، وكمان يعني ريحتك ما تبقاش فاقعه قوي كده في المكان، مش اوفر. والناس تتضايق منك، لا. وكمان في ناس بتبقى عندها حساسيه من العطور، فدي روايحهم هاديه حلوه، يعني مش حاجات الفقعه قوي. اول 3 حاجات معانا هما الاثنين دول من نفس النوع، بس دول 3 كل واحد بريحه مختلفه. فشوفي انتي وذوقك، وبصراحه ال3 هتحبيهم جدا. بعد كده هندخل على البادي سبلاش اللي بعديه، وده روعه. ده يا جماعه من خمره، اكيد يا جماعه عارفينه، ريحته حلوه قوي، ريحته بصراحه قمه الهدوء. فدي ريحتها جميله جدا يا جماعه، حتى بصوا شموا عينيكي. ليه يا جماعه بجد ما اخترعوش ان الكاميرا تطلع الريحه، تديكوا الريحه كده، يعني مش صوت وصوره بس، لا تطلع لكم كده تحسوا بالريحه. ريحتها هاديه قوي، دي بالذات كده من ضمن الانواع اللي وريناها لكم، دي تمشي بالنهار هاديه خالص، ريحتها خفيفه خالص، ريحتها تحسيها بخور مديه على العود. فعلا جميله قوي، ريحتها حلوه قوي. هو اصلا لونها مدي على لون العود. كمان الناس اللي بتفضل الحاجات الفخمه ديت، يعني مش بتحب اللي هي العطور السعودي فواكه بقى وكده، تحب العطور السعودي، فدي حلوه قوي ليكم يا جماعه. ريحتها هاديه وروعه كده، تحسي لو رايحه حاجه جميله قوي، رايحه مناسبات، رايحه عزومات كمان في العيد، فبجد يبقى ريحه حلوه بقى يا جماعه. نيجي عند السبراي
فبجد احنا كده وريناكم اللي هم ايه البادي سبلاش. فبجد تبقى دوت جربناه وريحته حلوه قوي. شايفين ده سبراي ده مش شكله. بادي سبلاش. سبراي، وكمان حجمه كده يا جماعه صغنطوط، تقدروا صغير تاخدوه تاخديه معاكي معاكم في الشنطه. في الشنطه في مش مشوار. بياخد مساحه كبيره يعني، هو صغنون هو خالص. صغير خالص، تقدروا تاخدوه في اي مكان معاكم. ريحته كل ما جميلة. ايه بقى تقعدوا ترشوا كده تحطوه على طول تاخدوا وتحسوا منه. مثلا ان الريحه خفت وكده، تحطوا منه على طول. يا جماعه بحسه هادي، اللي هو انا عارفه ان هو مش فاقع بس هادي، تاخديه بالليل مثلا معاكي، او عايزه ترشي منه حاجه كده مثلا قبل ما تنامي. بيبقى حلو معاكي. بيبقى مريح قوي. ولو وصلتوا معانا لحد هنا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد احنا بنعمله. وكمان ما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا نكمل معاكم باقي المنتجات اللي بعد كده هندخل على البرفيوم. احنا البودي سبلاش ده ممكن اكتر استخداماته تقريبا نهار. حاجات هاديه. البرفيومز بقى بيبقى ريحتها اقوى. فعندنا ده كده ريحته تحفه بصراحه. ده كده ريحته هنرشها. ايوه يا جماعه ريحته تحسه قويه كده، محتاجه افراح مناسبات حاجات من دي، وبالليل ده اكتر بالليل. على طول البرفيومز تاخديها تستخدميها بالليل لان ريحتها بتبقى اقوى، لكن البودي سبلاش بيبقى هادي كده، محتاج حاجه النهار بريحها الصبح. فعلشان ما يبقاش الريحه جامده فتستخدمي بودي سبلاش. وكمان في المناسبات يا جماعه تبقى معروفه في العزومات وكده، عايزه ريحه يا جماعه تثبت معاكي اكتر كمان، فهو البرفيوم ده ريحته جميله جدا بصراحه. وكمان الازازه شكلها كيوت قوي وصغيره على فكره. صغيره يعني، بصي الغطا هو شيل الغطا كده صغنونه خالص قد كده دوت يا جماعه، يعني صغنون. فلو تاخديها معاكي في الشنطه هتبقى جميله قوي. بعد كده معانا الاثنين دول. الاثنين دول نفس الشكل. بصوا وعارفين صغيرين كده، تحسيهم بتاع اطفال وكده، بس ريحتهم قويه وجامده جدا. ما اقولكوش يا جماعه، ثبات فظيع. بصوا ثابته من هنا لبكره، بس ريحتها جامده جدا. ريحه شامبوهات، حاجه قويه قوي كده، فيها ريحه صابون كده شويه. جميله قوي بصراحه، وتاخديها معاكي. كل الحاجات دي حاجه ما صغنونه خالص انك تاخديها معاكي في الشنطه. بص صغنونه خالص يعني، ما تاخدش مكان في الشنطه. تقدري تحطها كمان في اماكن النبض، ريحتها بتثبت اكتر، بتقعد معاكم فتره اطول. ريحتها يا جماعه كده مش بتروح بسهوله، بتفضل فايحه كده على طول. بعد كده معانا ايه؟ ده من سي يا جماعه. بصوا هو بصراحه ريحته حلوه قوي، بس الثبات بتاعه مش الطف حاجه. ريحتها جامده وجميله، بس ريحتها قويه كمان بالليل مش بالنهار. بتحسيها عايزه برضو يا جماعه، زي ما قلنا لكم البرفيومز ديت تبقى مناسبات، عزومات، حاجات كده دي مش كلها استخدام بالليل. يومي قوي يعني. فهي زي ما قلنا لكم ريحتها حلوه وكل حاجه، بس مش الكل هيفضلها طبعا عشان الريحه قويه جدا، قويه جامده قوي. حاساها ريحه كده قلب على تفاح شويه. بس هي الازازه كمان شكلها جميل قوي. بس من فوق شكلها حلو. شكلها حلو قوي. هي مش الطف حاجه في الثبات، بس هي ريحتها حلوه قوي. ممكن دي تاخديها معاكي في الشنطه، وكل ما تحسي ان الريحه طارت عشان هي مش بتثبت قوي يعني، ما بتقعدش فتره طويله، تاخديها كده وترشي منها. بعد كده هنروح من ضمن برضو العطور والبادي سبلاش برفانات، هنروح على المخمريه. المخمريه عندنا دي كده اول حاجه. شكلها كمان يا جماعه فخم كده، شكلها حلو قوي. ومن الحاجات الاساسيه اللي بتجذبنا للعطور وللروايح والمخمريات هي الشكل بصراحه بتاع العبوه نفسها، العلبه او ازازه البرفان او البادي سبلاش بيبقى شكلهم جميل بجد. عارفه بتشوفين كده تلاقي لازم اشتري. جميله قوي. ريحتها حلوه. بصوا يا جماعه بقى من جوه، شايفين متاكله ازاي بجد، من كتر ما هي روعه، ومن كتر ما هي قد ايه جميله، وريحتها بجد تستخدميها بعد الشاور جميله قوي. تحطيها برضه في اماكن النبض كده من هنا، فبتبقى حلوه قوي. اهم حاجه في كل ده ان تبقى ريحتها قويه وبتثبت، وبتبقى كمان في نفس الوقت هاديه. يا جماعه لو انت عايزه تستخدميها كده كاستخدام يومي في الصيف، طبعا في الصيف بيبقى الجو حر بقى وكده، فمحتاجه حاجات كده بعد الشاور كل فريش يوم، حاجات فريش كده تدي انتعاش. كمان يا جماعه ده عند المخمريه دي المخمريه الاولى والثانيه اهي، دي كده صغيره خالص، اصغر كمان من دي. شايفين صغنونه خالص. فدي برضو حلوه قوي يا جماعه. بصوا من جوه كده حلوه قوي، وثابته برضو وناعمه. ريحه زيوت كده. بجد ريحتها حلوه قوي وثابته. وبصوا وترطيب بقى يا جماعه غير كل ده. ننصحكم بصراحه المخمريه دي احلى حاجه. انواع المخمريه عموما
الترطيب بتاعهم حلو قوي يا جماعه، وبيرطب البشره كده، خلي البشره ناعمه كده، فبجد حلوه قوي. بس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وريناكم من ضمن سلسله مشتريات عيد الاضحى، ورينا لكم المنتجات من بادي سلاشز للعطور يا جماعه، والعطور والبرفيومز كلها اللي احنا بننصحكم بيها، والحاجات اللي استعملناها ولقيناها حلوه، والحاجات اللي ما عجبتناش. واستنونا في فيديوهات جايه ان شاء الله. باي باي.